السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحفيل التحفيل. حابب أتكلم على الأهلي شوية. طبعا مع نزول كريم فؤاد والجبهة دي، والناس عارفة رأيي يمكن من سنة ونص إن كريم قلت كذا مرة حرام يقعد على الدكة. حرام لاعب زي ده عنده كورة، عنده إمكانيات يقعد على الدكة. طيب بالنسبة لطاهر برضو الناس عارفة إن أنا رافض وجود طاهر في المكان ده، يعني او انا افسرها للناس، انا بختصر في الهزار او التريقه على السوشيال ميديا ان هو يعني بقول طاهر واللي جايبه، انا اقصد اللي جايبه النادي يعني. فدلوقتي المشكله في طاهر ان هو مجهود. طاهر لعيب كويس قوي يعني عنده مجهود جامد. بيعمل يمكن من اكتر اللعيبه اللي بتنفذ خطه المدرب في الملعب. يعني ممتاز جدا، هو ممتاز، ولكن لما انا اضيع كل ده مجهودي ومجهود اللعيبه اللي حواليا عند ال 18، اجي عند ال 18 الاقي الدنيا خلاص يعني، ولا عارف اباصي، ميس باص كتير جدا، الموضوع صعب يعني. فهو مش ايجابي على المرمى، مش ايجابي حوالين ال 18. كريم فؤاد ايجابي على ال 18، يعني كريم فؤاد ايجابي على ال 18. فدلوقتي احنا ممكن نستفيد من طاهر ونخليه تخيلوا كده طاهر جنب رقم 8 جنب حمدي فتحي ونقعد السوليه شويه، يبقى الجبهه دي خط النص، عندك حمدي فتحي، عندك طاهر، عندك ديانج. تخيل الموضوع والفكره هتبقى عامله ازاي، يعني الموضوع والفكره هيبقوا عاملين ازاي. الموضوع هيبقى قوي قوي، جبهه رهيبه، ويمينهم اكرم توفيق، وفي النص قلب الدفاع طبعا محمد محمود ومحمود متولي، وشمال علي معلول. اعتقد الجبهه دي قاتله ورا، يعني الجبهه دي هتبقى فظيعه من نص الملعب لورا. قدام بقى محتاجين بقى نوظف سافيو بشكل افضل من كده، وعندي امل انا مع كولر بصراحه ان هو بيظبط الدنيا وبيشغل على اللعيبه يعني. بيرسي تاو افضل مهاري في مصر احنا محتاجينه. مفيش حد تقريبا عنده نفس الامكانيات دي في مصر حاليا يعني. قفشه محتاج حد يقعد معاه يفهمه، يقول له يعني انت المفروض تبقى ايجابي، انت صانع لعب مش جنبك وورا، يعني ما فيش صانع لعب يبقى الباص جنبه وورا، يعني ده مش منطقي خالص يعني. نرجع للزمالك. الزمالك اتعادل مع انبي بالفلينه الزرقاء، يعني انبي تعادل معاه بالفلينه الزرقاء، انبي اللي كان لابس الفلينه الزرقاء. يعني هو محتاجين حد يغير الدجال، لان الدجال تقريبا فهمهم الفلينه الزرقاء غلط. قال لك القوانين الجديده، يعني ان احنا كوره ثابته. فييرا، المعلم فييرا بقوانينه البروف قال لك دي كوره ثابته، يعني ده يا راجل انت 50% او 70% من كورك ثابته على ركنيه، على يعني انت يعني تقريبا قليل قوي اللي فيه شوطه، فيه باص حلو، فيه يعني لعب تكتيكي على المرمى يعني. فانت بتخترع قوانين جديده يعني. طبعا الجمله المعهوده الاساسيه هو ازاي بطل الدوري والكاس هو يعني يلعب سوبر، ازاي بطل الدوري والكاس يبقى في الدور ال 64، ازاي بطل الدوري والكاس يخسر من انبي، ازاي بطل الدوري والكاس يتصاب له الاسطوره شيكابالا يعني. طب انا لما بخصوص شيكابالا صحيح الف سلام عليه وربنا يرده بالسلامه، بس كفايه بقى خلاص يعني، انت الاحتقان اللي بينك وبين الجماهير، وانت يعني الناس كلها بتحاول تلم الدور، وانت كالعاده حامل حمى والكلام ده، وطبعا انت صاحب لقطه يعني بغض النظر عن اي شيء، انت صاحب لقطه. فانت لما تكون صاحب لقطه يعني، شوف صاحبك يا عم حازم امام طالع في برنامج رسمي مع العالمي ميدو. ميدو طبعا الخيال يعني، برضو اللي بيخترع بعض الالفاظ من نفسه يعني. سنتين الاهلي ما خدش بطوله، او الزمالك متفوق ب3 بطولات قصاد 6، يعني هنا ال3 اكبر من 6 برضو يعني. فده منطق غريب يعني، ووضع غريب. حازم امام صغير الزملكاوي لسه، الاهلي الزمالك مستغني عنه، طالع بيقول ان شيكابالا ما سالش عليا. ما انت يا ابني ما عندكش لقطه، انت ما عندكش لقطه يا حازم امام، انت ما عندكش لقطه. يعني لو عندك لقطه هنطلع نعملها شو عيان، فسحك مديونه، سد عنك واعمل اعلان واظبط حالي. فالموضوع صعب يعني. فيا باشا يعني الموضوع غريب قوي. اما علاقه الولد السعودي بشيكابالا، فهو الولد كان ليه نظره
مستقبليه رهيبه، يعني مستقبليه رهيبه. الولد قال له شيكا يا شكشوكه روح كل كشري. الناس كلها ضحكت على الترند دوت وهم مش فاهمين الموضوع. الولد الوحيد اللي كان فاهم ان هو هيقابل كشري وكشري هيدوقهم الكشري يعني، فقال له روح دوق كشري، يعني روح كل كشري. فكان قصده ان الكشري هو اللي هياكلك، بس اللفظ خانه ساعتها والكلام ده. خالد الغندور طالع بيقول حاجه جميله قوي. خلينا الاول في مصطفى شلبي. مصطفى شلبي لعيب كويس، بس ادرك المفهوم بسرعه، زي ما الحكم قال لمحمود علاء في الاتحاد انت مش في الزمالك. مصطفى شلبي عرف ان هو في الزمالك، مصطفى شلبي عرف ان هو في الزمالك. فمع اول ضربه جزاء هو تقريبا كان بيقع، يعني هو بيقع قبل الالتحام يعني، فاتحسبت ضربه جزاء. مش دي مشكلتي، نفترض ان هي ضربه جزاء. لكن اللي بعديها والاهم ان الباشا كان الحكم ليه ضربه جزاء لإنبي، ولا هو تدخل ولا الفار تدخل ولا حد سأل فيها، والكرة واضحه وضوح الشمس يعني. خالد غندور قال تصريح مهم قوي وقال حاجه رهيبه يعني. قال ايه بقى؟ قال حجه جميله، ودي غالبا اللي هنستخدمها الفتره الجايه. يعني احنا كنا بنقول الدوري اسهل لما احنا بيبقى دوري ضايع منهم، يقولوا افريقيا اسهل لما يخرجوا من افريقيا. فاحنا مش فاهمين، بس ما علينا يعني. هي كلها حجج واعذار وناس تقريبا مريضه في عقلها في الاسباب يعني. اهم حاجه ان خالد غندور قال جمله جميله قوي. قال ان الاهلي في بدايه الدوري قابل فرق سهله والزمالك بيقابل فرق صعبه. هنا حجه الدوري جميله، استمروا عليها. سلام.